السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متتبعي الكرام، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي، ويلقاكم الفيديو ديالي في أتم الصحة والعافية. اليوم غادي نحضر معكم حلوة اللي كانت دارت ضجة، سهلة وسريعة، بدون بيض، بدون زبدة وبدون زيت، من أسهل وألذ الحلويات. صدقوني يا البنات، كتجي رائعة وكتوجد دغيا بمقادير بسيطة. حبيباتي، الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تخليو ليا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي، وتبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. غادي نبداو على بركة الله. عندي هنا واحد 500 غرام ديال الكاوكاو، هذا الاحمر البلدي. من بعد ما نقيته زدت له واحد 3 المعالق ديال الزيت ودخلته للفران يتحمر على خاطرو كيف ما كتشوفوه مذهب، ما يتحمرش بزاف. وغادي نهزو وغادي نطحنو في الهاشوار بالقشور ديالو، فانتوما لكم الاختيار. هكا بالقشره ديالو كيعطي مذاق زوين. صافي درتو في الهاشوار وغادي نطحنو مزيان. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي نخليه، ما طحنوش بزاف حتى يولي غبره، وما تخليوهش غير مهرمش، يعني خصو يتطحن. مازال غادي نزيد نطحنو شي شويه دابا. صراحه كتجي هاد الحلوه غزاله وكتوجد بالزربه. 10 دقائق هانتي وجدتي الحلوه ديالك. هانتوما كيف كتشوفوا البنات، هذا هو السمك ديال الكاوكاو اللي بغينا. ومنين كنديروا له زويته وكنحمروه كيجي فيه واحد المذاق غزال، كيجي فيه مذاق رائع. هنا خديت واحد 250 غرام ديال التمر ماشي نوعيه جيده، غير داك التمر المعجن، يعني باش يجينا سهله. احسن ما ناخذ العجينه ديال التمر من المحل ما كنعرفوهاش باش مصايبه، كنصايبوها لراسنا في الدار. عاوتاني باش ما نفوروهش، عندي واحد الطريقه واحده اخرى. كنشد التمر كنقيه وكنخوي عليه الماء غليان طايب مزيان، كنخليه واحد 10 دقائق او 15 دقيقه، وتنغطي عليه نخليه حتى كيرطب مزيان. من بعد كنقيه، ديك القشره ديالو الغليظه كنحيدها له الا كانت طالعه شي قشره، جليدات اللي لداخل والعظم كيف ما كتشوفوا. هذه الطريقه سهله، احسن ما يبقى عاد التمر كيتفور. هانتوما كيف كتشوفوا راه نقيته مزيان بداك الجلود وراه رطب مزيان راطب، يعني تخدميه بكل سهوله. صافي كنطحنوا النيت هنا في الهاشوار، كنبقى نطحنو وكنشوف واش تعجن ولا مازال، حتى كنطحنو مزيان. وعاد غادي نضيفو على الكاوكاو اللي طحنت. هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها انا التمر، ودغيا دغيا تيوجد لي، ما كياخذليش وقت طويل. هانتوما كيف كتشوفوا راه دغيا كيتطحن بكل سهوله. يمكن لك تطحنيه غير بداك الطحانه ديال المطيشه ديال اليد، حتى هي راه كطحنوا مزيان. هنا مازال غنزيدو شي شويه حتى كيولي عجينه كيف كتشوفوا. صافي دابا يمكن لي نخدم به عادي. هذه هي الكميه ديال الكاوكاو ديالنا اللي طحنا. غادي نضيفوا عليها 250 غرام ديال العجينه ديال التمر، وغادي نضيف واحد نص معلقه ديال القرفه مطحونه، وواحد الساشي ديال الزهر. انا ما بغيتش ندير فيه كاع ماء الزهر، هاد الساشي حتى هي كتكفي الغرض، كتعطي واحد الريحه وواحد المذاق فيه رائع، حتى هي كتجي زوينه. صافي كيف ما كتشوفوا هنا انا راه ما ضفت حتى شي حاجه، عجنت غير التمر، دخلت فيه داك الكاوكاو مزيان
كنبقى نعجنو مع بعضو حتى كيتجانس ليا الكاوكاو مع التمر فقط، ما زدت عليه حتى شي اضافه. صافي كنبقى نعجن هكا حتى كنجمع داك الكاوكاو كامل مزيان، كندخلو في التمر وكتولي لي عجينه متماسكه كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. هي هذه كنحاول نقسمها. غادي نقسمها على 4. غادي نحاول ندير بودانات رقاقين. هنا خديت واحد 250 غرام ديال الزنجلان، غسلته ونقيته مزيان وحمرته غير شويه. يعني الا بغيتي ديريه ما محمرش ديريه ما محمرش، حيت غندخلو للفران، ولكن في الفران ما كتاخدش وقت كتير. صافي كنبقى نرولي فيها داك البودانات ديالي ديال التمر والكاوكاو كيف ما كتشوفوا، كنروليها مزيان كتلبس بداك الزنجلان. وغادي ناخذ الطاوه اللي ندخل الفران صافي ونستف فيها البودانات ديالي. البودانات كيكونوا رقاقين ماشي بحال ديال الفقاص، رقيقين هكا شي شويه. صافي كنحطهم في اللاطه اللي غتدخل الفران كيف ما كتشوفوا، وكنبقى نقاد بيدي باش يجيو متساويين ومتقادين. كنبرك عليهم شي شويه بيدي باش ما يبقاوش مدورين، يتبسطوا شي شويه. صراحه ما كتاخدش وقت كتير، كتوجد بالزربه ومذاق ديالها هائل. دغيا دغيا كتوجد، وحتى الماكله دغيا كتسالى. فلا بغيتو تضاعفوا المقادير بطبيعه الحال كتضاعفوا المقادير باش كتعطيكم كميه اكثر. هنا كناخذ واحد المهم شي حاجه خص تكون هكا بحال العصا، بحال انا صايبت غير بداك سباتي وليت صايبتها غير بصبعي. كنصاوبو بحال الساقيه هكايا مزيانه، كتقاديها في وسط البودانه كيف ما كتشوفوا. صافي هكا كيف ما صايبتيها كتبقى، حيت راه ما فيه لا خميره لا حتى شي حاجه، واخا غيدخل الفران كيبقى كما هو، يعني كيف ما صايبتيه كيبقى. صافي كنبقى نقادهم هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي. ها نتوما كيف كتشوفوا راه غير بصبعي وكتجي زوينه. من الاحسن البنات العجينه ديال التمر كنصاوبوها بيدينا احسن. صافي كندخلوه للفران 10 دقائق ما كاملاش، كيطيب دغيا دغيا ما كياخدش وقت كتير. صافي كنخرجو من الفران، كنكون ذوبت الشوكولات الابيض، وكنعمر داك الساقيه ديالي بالشوكولات الابيض كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. صافي حتى كنعمر الحلوه ديالي كامله، وغادي ندوز وغادي نزين بالشوكولات الاسود. البنات انا درت هنايا غير الميكا ديال الثلاجه، ما كانش عندي لابوش، داكشي باش خدمت هنايا غير الميكا الثلاجه. في التزيين راني نسيت، كنت غندير خط طويل عاد وليت تفكرت ودرت زيكزاك هكا. من الاحسن حاولوا تغلظوا الخطوطه باش منين كتقاديها كتجي زوينه. ملي كتهبطي فيها الخط الوسط كتعطي واحد المنظر زويون بحال الملفاي. صافي هكايا، وخديت واحد الموس وكنهود بالخط وسط داك الزيكزاك كيف ما كتشوفوا، كتعطينا واحد الشكل رائع بحال الملفاي، كتجي زوينه. ها نتوما كيف كتشوفوا. صافي كنخلي الحلوه ديالي ندخلها للثلاجه حتى كتبرد على خاطرها، وكندوز وكنقطع بموس ماضي، كنقطع بهذا الشكل كيف كتشوفوا حتى نكمل الحلوه ديالي. كتجي هائله البنات وسريعه جدا جدا. انت واقفه في الكوزينه بالزربه كتوجديها.
نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، جربوها وردوا عليا الخبر في التعاليق. كنتظركم. بالتوفيق للجميع، الى فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء. شكرا لكم متتبعي الكرام، كنموت عليكم قناة سعاد المتنوعة. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك من هو كان لتحمله. الذنب يثقل والعشق